الو يا ماما، ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ انا تمام يا حبيبتي، كله زي الفل. اه طبعا اجيلك، طبعا تحت امرك. بس ليه، فيكي حاجه؟ انت كويسه يعني؟ طيب يا حبيبتي خلاص ماشي، اخلص شغلي بس ومسافه السكه واجيلك. ماشي يا حبيبه قلبي. اوكي. بقول لك ايه يا صفصف، والنبي قولي لمنيره تعملي صينيه المكرونه بالبشاميل اللي انا بحبها، والنبي. ها؟ ماشي يا حبيبتي، يلا باي يا حبيبتي، مع السلامه، مع السلامه. الو، ازيك يا توتو؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه، انا اخلص شغل واروح اعدي على ماما. ماما، ها؟ ماما، مش حد تاني عشان الصداع بتاع كل يوم. اوكي؟ بحبك. يلا، باي باي. تسافري تشتغلي بره، تقعدي سنة، تسيبيني عادي يعني. تكسبي كام يعني في السنة دي؟ انت اكيد هتوحشني. وبعدين هي سنه، والجنيه بقى في النازل، يعني انا ممكن ارجع فلوس خالد دي في خلال السنه. وبقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله وكل، لان انا لما اروح مش هطبخ. استني بس، ما تربطيش كلام مع الناس. اصبري بس كده اسبوع ولا اتنين لحد ما نشوف هنعمل ايه. اشمعنى يعني اسبوع ولا اتنين؟ ايه اللي هيجد فيهم؟ بصي، هو كان محلفني ما اقولكيش، بس يعني طالما انا عرفت نيتك لازم احكي لك. الحاج جمال يا ستي اول ما عرف موضوع الشيكات بتاعتك دي، راح البنك قدم على قرض بضمان المحل. المفروض ان هم يردوا عليه خلال اسبوع ولا اتنين من دلوقتي. انت اكيد بتهزر يا ضياء. عمي عمل كده؟ اوعي تقولي له ان انا قلت لك. ده هو كان محلفني ان انا ما اقولكيش، بس هو ما كانش عايز يعشمك على الفاضي يعني. كان عايز يجيب لك الفلوس وخلاص من غير ما يقول لك هو جابها ازاي. طب كلمت الدكتور؟ ما كلمتوش ليه طيب؟ يا بابا ما قلت لك، يا بابا قلت لك بلاش. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمال فين ضيع يا حنان؟ طلع يغير هدومه ونازل. انا عايزه اعمل شعري، بس عايزاك انت اللي تعملها. انا اسفه يا عم جمال، اصل بابا راجع من الجامعه وتعبان قوي وانا كنت عايزه اخده للدكتور بنفسي. معلش، اصل لو والله لو ما وديتوش انا بنفسي هيصحين. انا اسفه. لا ألف سلامة عليه يا حبيبي. وأنت واقفة مستنية إيه؟ يلا يلا اتكل شكرا على شكرا يا الله. عم جمال، ومن بكره الصبح بدري والله هكون هنا. إن شاء الله إن شاء الله. سلمي لي عليه. دي جهاد، بنت واحد صاحبي قوي. أنا جبتها تتدرب معانا هنا. شكلها بنت حلال. طب يلا بقى عشان تعمل لي شعري. يلا يلا إيه؟ نوسة لسه ما جاتش. ما قلت لك انت اللي هتعمله لي. حليت يا استاذ. حليت. غلط يا حبيبي، غلط غلط. غلط ازاي يا استاذ؟ يا حبيبي غلط، حلها تاني. غلط. ينفع نتقابل؟ أنا ظروفي صعبة يا كمال. أقصد اليومين دول يعني عشان الشغل ومدرسة كريم. ما احنا ممكن نخليها الجمعة. جامعة ايه يا استاذ؟ خليك في حالك يا حبيبي وحل. حل.
اوكي الجمعة. حليت. ندي ايدك. غلط. اول واحده قالت لي كده قلت يمكن هي اللي ذوقها عفش، بس بعد كده يا حنان لما الشكوى اتكررت من زباين كتير وكل واحده تيجي تقول لي بعد ما اوصلها واعمل لها شعرها جرايه يا عم جميل، مش دي الفورمه اللي انت وريتهاني في الكتالوج، قلت لنفسي الظاهر اني خلاص عجزت ونظري ابتدى يخني، ومش نظري وبس، لا وايدي كمان، وقلت لا ابطل احسن ما يجي يوم بدل ما اقص الزبونه شعرها اقص ودنها. يا ريت كل الكوافيرات نظرهم ضعيف كده ويعملوا الشعر حلو. بطلي باكش يا بنت انت، ده انت تلاقي قلبك دلوقتي بيرجف جواك، صح؟ هي حاجة من ايدك حلوة يا عم، ربنا يخليك لنا. يخليك يا حنان. عمي ايه رأيك لو افتح ضياء في موضوع جوازه؟ ايه؟ انا اقدر اقنعه. هي الحاجه صفيه كلمتك؟ من غير ما تكلمني، ده ابنك الوحيد وانت من حقك يكون لك حفيد، وهو كمان من حقه يكون له ابن او بنت سواء مني او من واحدة تانية. وليه ما يكونش منك انت يا بنتي؟ ليه؟ عمي انت حسيت بايه لما قالوا لك اياد مات في المستشفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إياد مات في حادثة يا حنان، وكلنا هنموت، كلنا هنموت. دي حاجة بتاعت ربنا ملناش يد فيها. انا بقى حسيت ان انا مشلولة، مش عشان عرفت انه مات، لا، اتشليت لما عرفت انه ممكن يعيش، اتشليت لما عرفت ان حالته هتبقى ازاي بعد الحادثة، وحالته دي ما كانش معايا تمنها. اجيب منين الفلوس اللي صفروا بيها عشان يعمل العملية بره؟ كنت بجري زي المجنونة عشان اخلص الورق عشان يسافر على نفقة الدولة، وانا عارفة ان حالته ما كانتش هتستنى الورق. استغفر الله العظيم يا رب. جرايه يا حنان، جرايه. انت كده يا بنتي بتعترضي على قضاء ربنا. معقول يا حنان انت كده هتسقطي في الامتحان اللي حطهولك ربنا؟ طب افرضي حتى ان الفلوس كانت معاكي، تفتكر ده كان هيغير القضاء؟ مفيش حاجه بتغير القضاء، الموت علينا حق. لازم تنسي يا حنان، لازم تنسي وتعرفي انك ممكن تخلفي، ومش شرط ان الظروف اللي حصلت لك دي تتكرر مره تانيه، وربنا كريم يا بنتي. طول ما انا مش في ايدي الفلوس اللي احمي بيها ابني ان اي حاجه ممكن تحصل له في الدنيا، مش هجيبه. انا كل المشاريع اللي دخلتها وفشلت عشان يبقى معايا الفلوس دي. انا نفسي ابقى ام مش زي ما انت فاكر، بس من الواضح كده ان انا مش هقدر.
مش هقدر يبقى معايا فلوس. ولو انت شايف ان الحل ان ضياء يتجوز، انا هقنعه يا عمي، هقنعه. بس اقدر بس لحظه، والله هبوظ لك الشعر اللي عملته لك. حنان، ايه رايك في الفورمه الجديده دي؟ لسه قافله مع مدرس الكيمستري. ايه ده؟ الله، انت غيرت الباسورد بتاعتك؟ واحد صاحبي شافه فقلت اغيره. طب قول لي ايه الباسورد الجديده؟ مع ماما الصراحه يعني ما حدش من صحابي بيدي الباسورد بتاع لمامته. يبقى انت غيرت الباسورد علشاني انا، مش علشان صاحبك شافه زي ما بتقول. والصراحه بقى عندي حق، ما كفايه انك بتفتشي ورايا في كل حته، وحتى المدرسين بتوعي بتكلميهم وتشوفي حضرت الدروس ولا لا. طب ايه رايك يا كريم؟ مفيش تليفون تاني غير لما تقول لي ايه الباسورد الجديده. هات يكتبولك. لا، قول. عيد ميلاد بابا. انت نزلت النهارده وقفت مع عبد الله وشادي عند الكشك؟ وشربنا سجاير وبيره. اقول لك على حاجه، فرجوني على بورن كمان. انت تتكلم عدل احسن لك، ولما اكلمك تقوم تقف. والله العظيم يا كريم لو ما لميت نفسك لكون سايبه شغلي وقاعده على راسك وحبساك في البيت ليل نهار. انت عايزاني اقول لك ايه يعني يا ماما؟ نزلت كلت شيبسي مع 2 صحابي؟ هي دي الجريمه؟ 1000 مرة أقول لك، وقفة النواصي دي بتاعت الصيع والشمامين. وشادي وعبد الله اللي أنت ملموم عليهم دول 2 فشلة، واحد ساقط 2 والتاني 5. يا ابني يوم لما تتصاحب على حد تصاحب على حد يفيدك وتفيده، يساعدك وتساعده، مش 2 صيع. والله بقى هم دول اللي ساكنين جنبي. وبعدين امتى هتفهمي اني كبرت وما ينفعش تذنبيني التذنيبه دي؟ هفهم إنك كبرت لما تتصرف زي الكبار. وقفة النواصي دي مفيش منها تاني، وتغيير الباسورد بتاع تليفونك مش هيحصل تاني. ودلوقتي اتفضل خش جوه كمل اكلك اللي انا تعبت نفسي وعملته لك، وخلص المذاكره اللي وراك. يلا خش. ده دخل علينا يا ابني حته دخله، تقولش بيملك البلاد والعباد واحنا حبه هموش ان نفخنا كده نولع. جيب القصد والنيه عشان يحسسنا ان احنا صغيرين قوي. معاش ولا كان اللي حسسنا ان احنا صغيرين يا ست الكل. احنا كبار بيكي، وبعدين الفلوس عمرها ما بتكبر البني ادمين. الكبير كبير باخلاقه وبتربيته، وانت يا امي الشهاده لله مربيانا كلنا تربيه زي الفل. الحمد لله. بس تقول ايه بقى في الغافل اللي ما يعرفش انه مش هيشم ريحه الجنه اللي في قلبه شعره من كبر. يلا بقى ذنبه على جنبه، خليه بقى يقعد يحسبها بالقرش والمليم. معاكي حق والله يا امي، هو الزمان ده بقى كده للاسف. معاك كام تسوى كام. لا بس ابني يسوى تقله دهب، متربي ومتعلم واخلاق، والنصيبه كمان انه بيحبها. هيلاقوا احسن من كده فين؟ لا هيلاقوا كتير يا امي. انت عارفه ايه المشكله؟ ان احنا مش شبههم ولا هم شبهنا، بس هو بقى عايز لبنته اللي شبههم ويمكن احسن بشويه كمان. اصل البحر بيحب الزياده. المشكله ان هو بيحبها وبيحبها قوي كمان. انا مش عارفه على ايه. انا عارفه كانت ايه الشبكه السوداء دي. معلش يا امي معلش. انت عارفه بقى يوسف فنان، والفنانين دول بيبقوا حساسين بزياده شويه. كله هيعدي يا امي، كله هيعدي وهيروح لحاله. بس انت بس ما تضغطيش عليه بزياده. صدقيني يوسف اخويا وانا عارفه، يوسف عاقل وفاهم وهيعدي الازمه دي والله. بس اهم حاجه عندي
انك انت ما تزعليش يا ست الكل. حد يشوف الوش الحلو ده ويفضل زعلان؟ بس بيني وبينك الحكايه دي كانت عامله زي العله على قلبي، بس انا لما خدت واديت معاك كده خلاص ارتحت. ربنا يريح بالك ويسعدك ويديك من وسع يا رب. ايوه كده يا صفصف بقى، ادعي لي يا صفصف. لا انا محتاج دعواتك دي قوي، اصل انا يا امي داخل على شغلانه جديده كده، لو ربنا تممها بخير يا رب ان شاء الله هعرف ادفع اقساط المدرسه واصلح العربيه كمان. ادعي لي والنبي. يا رب يا رب يفتح عليك يا ابني ويرزقك بالرزق الحلال الوفير. الله عليكي، الله عليكي يا قمر يا قمر. انا هقوم اغلس على البت المنيره شويه. ماشي روح. ما هي زي القط بتحب خناقها. ربي اموت انا. عارف لو عملت الحركه دي تاني وحياه كتاب الله انت حر، والله بكلمك يا عمر، مش هكلمك بجد. ايه يا قمر بقى؟ ايه هتفضلي سايبه جوزك لضرتك كده طول الوقت؟ ها؟ ايه يا مني؟ مش بتشتاقي له ولا ايه؟ بشتاق له وبكلمه في التليفون. والله عارف جدع، عمري ما طلبت منه حاجه واتاخر عليا. طلبتي منه حاجه؟ طلبات ايه يا منيره؟ انا بكلمك على ضرتك. انت مش شايفه هي عامله في نفسها ايه؟ شده وشفطه ونفخه ولابسه له المحزق والملزق، عشان كده هو لازق لها عندها طول الوقت. هو حر يروح في المكان اللي يعجبه. حتى المثل بيقول الرجل الدب مطرح ما تحب. رسمني وهو ماسك في ايدي، ما كانش ماسك في ايد ابوه ولا امه، ماسك في ايد انا. يمكن دلوقتي قضية لما ببص في الصورة نظري ما بقاش يجيبها قوي زي الأول، بس بكملها باللي محفور في عقلي وفي قلبي. كنتش أعرف إن الحاجات بتاعت الحضانة لسه موجودة عندك يا بابا. وشايل له كمان الجزمة اللي جبتها له أول ما تم سنة. فاكر الجزمة الجديدة اللي جبتها له؟ وال5 جنيه اللي كانت بتلمع. كنت شايلها له عشان اديها له هدية قبل ما يسيبني. يمكن الحاجات دي يا ابني هي اللي مخليه قلبي يكونني، تخليني مشتاق لعيل تاني يعوضك ويدفع حضني بعد اياد الله يرحمه. بس اقول لك ايه يا ابني، كل ده اسمه نصيب، محدش بياخد غير نصيبه في النهايه. ربنا يصبر قلبك يا حبيبي ويصبر قلب امك ويهديها. واوعدك قضيه، اوعدك يا ابني ان انا مش هزن عليكوا تاني.
تصبح على خير يا بابا. طب لا لا حبيبي. يا عم فتحي انا شراء اول امبارح ب5 جنيه. يا عم روح اسأل عليها في أي كشك هتلاقيها ب6. معيش غير 5. خلاص ريح دماغك وريحني معاك وبلاش تاكل شوكولاتة. مش عايز يا باشا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس مش عايزة تفهم إن الحاجة غليت. يعني انت متاكد يا عم فتحي ان كريم ما بيشربش سجاير؟ طب والنعمة دي على عينيا ما مسكهاش. ده حتى عبد الله فضل يزن عليه وهو مرضيش. اهدي بس يا مدام، كريم ابنك غيرهم. ما هو بوقفته معاهم هيبقى زيهم. انا عيني عليه من ساعه ما وصيتيني، ده حتى لما بيبقى قدام الكشك هنا ببقى مركز معاه اكتر ما انا مركز في الشغل. شكرا. طب استني خد الباقي يا مدام. خلي الباقي عشانك. ربنا يصلح الاحوال ويطمنك عليه يا رب. يعني التخفيضات في كل الفروع ولا في محل من المحلات؟ طيب متشكرة جدا. اسكت يا كمال، في تخفيضات على الرخام الطلياني ما حصلتش. يا نهار ابيض هايل. بس هتخلص يوم 20. يلا معلش. ما احنا لازم ننزل نشتري. ننزل ازاي يعني؟ انزل انا امتى؟ الصبح في المدرسه، بعد الظهر في السنتر. هنزل امتى يا وفاء؟ يوم الجمعة. جمعة ايه؟ هو انا مش قايل لك ان انا رايح لماما يوم الجمعة؟ بقول لك يا وفاء، روح انت يا وفاء، انا بثق في ذوقك جدا في الحاجات دي على فكرة، روح انت. انت مش لازم تجاملني قوي كده عشان تخلع. انا مش بجاملك خالص على فكرة، مش بجاملك اطلاقا. انت فعلا ذوقك حلو، انا بثق في ذوقك فعلا في الحاجات دي، خصوصا الرخام. مالك يا كمال؟ فيك ايه؟ مالي؟ فيا ايه يا وفاء؟ مش عارفة. مهاود ولسانك حلو. في ايه يا كمال؟ لا حول الله، يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب. لا كده عاجب. طالما كده بقى انا عايزه اتكلم معاك في حاجه. خير يا وفاء؟ شقتنا هتبقى شقه العمر، خلاص احنا مش هنغيرها ان شاء الله. وانا مش عايزه اشطبها اي تشطيبات. انا عايزه مهندس ديكور. مهندس ديكور ايه؟ ولزومها ايه التكاليف دي بقى؟ تكاليف ايه؟ يعني انت لو ميلت على اخوك عمر وقلت له هياخد منك كوميشن؟ اخويا عمر ايه اللي هميل؟ لا 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 ما ينفعش. وايه اللي قال نفعه بقى ان شاء الله؟ اللي قال نفعه ان انا مش هقول لاخويا يشتغل ببلاش. انا مش فاهم يعني الشقه دي خلصت بمهندس ديكور ولا من غير؟ ما هي زي الفل اهي. انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم. ها انبسطتي كده؟ رضيتي عني؟ يعني ماشي. افضلي انت اقعدي تخانقي معايا على الفاضيه والمليانه علشان اصالحك واجيب الكافيهات واكوعي فلوس، واحنا مش في حمل المصاريف دي دلوقتي. مش على الفاضيه وعلى المليانه، وانت غلطان وعارف كده كويس، عشان كده جبتني وبتراضيني وبتصالحني، صح؟ لا مش غلطان. لا غلطان. بصي غلطان مش غلطان هصالحك برضه. على قلبي زي العسل يا قمر انت يا قمر. بس احنا في كافيه. ايوه احنا في كافيه صحيح. استنى اما اشوف مين بيرن. دي وفاء. وفاء؟ لربنا يستر. لربنا يستر. الو. ايوه يا تقى، هو انتوا مش في البيت ولا ايه؟ لا احنا مش في البيت. اتاريني بخبط على الباب ما بتردوش. خير في حاجه؟ لا والنبي انا كنت معديه كده بالصدفه قلت اعدي عليكم. اصلي كنت عايزه عمر في موضوع كده. انتوا هتتاخروا؟ لا مش هنتاخر، احنا يعني ساعه كده وراجعين، احنا في كافيه جنب البيت اصلا. طب طالما جنب البيت بقى اجيلكم. تعدي علينا هنا اهو. طب بس طمنيني، كمال والولاد كويسين؟ احنا كويسين الحمد لله. يلا بقى اوصفي لي انتوا فين بالظبط.
طيب خلي البيت على يمينك، هتخشي اول يمين في اول شمال، احنا في الكافيه اللي على الشمال. اوكي. طيب يعني يمين وبعدين شمال على طول يعني؟ انا عايزاك تشطب لي بيتي زي بيتكم بالظبط. زي بيتنا بالظبط. تمام طبعا، ما عنديش اي مانع، عناية يا وفاء. بس معلش يا وفاء، يعني ما كانش صح انك انت تيجي تقولي لي موضوع زي دوت من غير ما كمال يبقى عارف. لازم يبقى عارف. اخوك؟ اخويا، امال مين يعني؟ كان هيقفلها في وشي. هو بقى طايقني، ده بقى على شعره مني. وبعدين ما انا هدفع لك، وانا قلت اني مش هدفع، بس هتراعيني في السعر شويه، ولا اروح بقى لشركات تشطيب عشان تجزرني؟ عندها حق على فكره، شركات التشطيب اصلا بقت اوفر جدا، ده حتى الناس الاغنياء بقت مستغليه التكلفه. في زبونه اصلا جات لعمر وعايزاه يشطب لها فيلا في القطاميه 700 متر، وقالت له بره الشركه. صح؟ صح بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هو انت بقى عندك برايفت بيزنس غير شغلك في الشركه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منورة يا وفاء. الله يخليك. لا ومدورة على فكرة. اخصى عليك يا عمر. اخصى عليك ايه بس يا وفاء؟ وبرايفت بيزنس ايه ونيلة ايه؟ يا ستي دي شغلانة من تحت الترابيزة كده، وربنا يستر وما تتقفش. دي لو اتقفشت هروح في 60 داهية. ولعلمك بقى أنا وافقت على الشغلانة دي عشان خاطر موضوع الحادثة بتاعت العربية، ما أنت عارفة الناس بقت مزنوقة قوي يا وفاء. الناس بقت مزنوقة قوي. ربنا يفك زنقتكم يا رب. ها هتعملوا معايا ايه؟ مش عارف. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انت كلم كمال وقول له ان انت هتساعده في توضيب البيت يعني وكده، وانك هتجيب له الخامات بسعرها العادي من غير ما تاخد عموله، وخرج وفاء من الموضوع خالص. خلاص يا ناس، خلاص يا ناس، متجوز ملاك يا ربي. خدوده يا ناس، خدوده. بس مالكش دعوه بخدودي. اللي يشوفك وانت بتحلي لها المشكله بتاعتها دلوقتي ما يشوفكيش وانت بتحاسبيني حساب الملاكين من شويه. ها؟ مش قدام الناس يا رب. حاضر، مش قدام الناس. شفتي القمر اللي انا متجوزها؟ ربنا يخليكم لبعض. ولعنا احنا كده. منوره يا وفاء والله، منوره. الو، شركة تريد لاين اللي في المهندسين؟ يا فندم، أنا عميلة كنت بشطب شقة عندكم. لا مش مهم اسمي ايه، أنا بس كنت عايزة أقول لكم إن في مهندس عندكم بيشتغل لحسابه بره الشركة، اسمه عمر المندوب. ايه يا نهى؟ ايه يا ماما؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ قول لي عندك ايه الجمعه بالليل؟ قيام الليل. اصل بيقول لك يوم الجمعه ده يوم مفترج شويه. طب مش قبل ما تخش عليا الدخله دي تعرف الاول بس انا عايزاك فين؟ خير يا رب، قولي. يوم الجمعه عيد ميلادي وعامله حفله صغيره كده، وانت طبعا لازم تيجي. طب بذمتك يرضيكي اسيب قيام الليل عشان احضر حفله عيد ميلاد؟ يا بنتي خرجيني من دماغك بقى. قلت لك بحب مراتي وما بشوفش غيرها، والحاجه الوحيده اللي ممكن احضرها لك هي ليله فرحك ان شاء الله. غير كده انا غير قابل للحضور. قشطه؟ مستر حازم عايز حضرتك يا استاذ عمر. حاضر. لازم تيجي عمور، مش هسيبك. يا بنت اهمدي بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا حازم اللي قالك كده اكيد كذاب. انا عمري في حياتي ما عملت شغل بره الشركه. عمر انت اكفأ مهندس عندي، والناس بتجيلك بالاسم، وعشان الناس بتجيلك بالاسم انا ممكن اشك في حاجه زي كده. شفت؟ اديك بتقول اهو بشك، يعني انت لسه ما اتاكدتش يا حازم. ما انا شك ده ممكن اتاكد منه وانت عارف، بس ساعتها شكلك هيبقى وحش قوي، وممكن اطلع عليك سمعه تخليك ما تشتغلش في اي شركه تانية. قول لي بصراحه يا عمر. بصراحه يا حازم، بصراحه هي كانت غلطه. انا اضطريت ان انا اعمل كده لان كانت ظروفي صعبه قوي. بعدين على فكره انا طلبت من الشركه هنا سلفه بقالي شهرين ما حدش فيكم عبرني. وبعدين لعلمك انا لسه ما بداتش في اي حاجه، ده كان كله مجرد تليفونات. يعني انا ممكن اخرج من عندك دلوقتي اعتذر لهم بالتليفون. من فضلك يا عمر سلم البروجكت اللي معاك وروح، وانا هبقى اكلمك كمان نشوف هنعمل ايه. ايه اللي انت بتقوله ده يا حازم؟
بتتكلم بجد؟ حازم ده احنا عشرة عمر، ده احنا شغالين مع بعض في الشركة دي بقالنا سنين. معقول؟ عمر ده شغل. اوكي اوكي. ايوه يا مدام نرمين، هو حضرتك او مدام رانيا او اي حد من طرفكم قال لحد من الشركه ان انا بعمل فيلتها؟ امال عرفوا منين؟ عرفوا منين؟ عرفوا. تخيلي، عرفوا وانا توقفت عن العمل. اهدى ازاي يعني؟ اهدى ازاي؟ انا اساسا واخد كل احتياطاتي عشان الموضوع ما يتعرفش، وقايل لمدام رانيا قد ايه الموضوع ده ريسكي بالنسبه لي. لا بس واضح ان الحاجات دي ما بتفرقش معاكم. انتوا ما بيفرقش معاكم البني ادمين اصلا. عن اذنك، مع السلامه. بابي، يوسف هيسجل اغنيه النهارده وانا هروح الاستوديو. اوكي. في ايه يا سلمى؟ لا انا بقول لك بس بدل ما تبعت حد ورايا عشان يراقبني. لا خلاص مفيش حد هيراقبك. عايز تقولي حاجه تاني؟ انا طول اليومين اللي فاتوا ما كنتش بكلم يوسف، يعني كنت بفكر في الوضع اللي احنا فيه. كويس، اتمنى تكوني وصلت القرارات صح. انا مش هتجوز غير يوسف، واقوله النهارده يجي يتقدم لي رسمي، وحضرتك هتوافق انك لو ما وافقتش انا برضه هتجوزه، وحضرتك مش هتاذيه لانك لو اذيته هتكون بتاذيني انا. بص يا سلمى، كل اللي انت وصلتي له ده غلط، بس خلاص انت دلوقتي كبيره مسؤوله عن اي قرار تاخديه. بصي يا ماما، ضحكتها حلوه والطيبه بتنط من عينيها نط. اهي الطيبه دي بقى هي اللي خلتها حضرت عليا وانا بطوف في الكعبه. والله دي ما بتحصلش كتير. ده انا دعيت لك دعاء يا مروه، بتقول يا رب يا رب نولها اعلى المراتب، يا رب تنجح، يا رب ارزقها الزوج الصالح اللي يريح قلبها ويبقى حنين عليها ويصونها ويبقى شكلنا كده ومننا وعلينا. طب يا حبيبتي كفايه كفايه، احنا خلاص حفظنا الادعيه اللي دعيتيها لها. تسلمي لي يا أبلة. والله العظيم كان من قلبي. انا عارفه انه من قلبك يا منيره. قولي لي يا حبيبتي، ابوكي ازاي حاله؟ طمنيني على صحته. تعبان قوي بصراحه. اخر مره لما سافرت له الاسماعيليه انا وايهاب الاسبوع اللي فات كان السكر مبهدله قوي. يا عيني يا عمي، ربنا يزيح عنك يا رب ويشفيك. ده هو اللي فاضل لنا يا ماما من ريحه الحبايب. لا يا ماما، واجب بقى ان احنا نبقى نروح نزوره بردك. طبعا ان شاء الله هنزوره. بس قولي لي يا حبيبتي، انت عايشه هنا في مصر على طول عند اخوكي ايهاب؟ طول فتره الدراسه، اصل بيته كمان قريب من الجامعه قوي. ايه يا حبيبي؟ لا انا في البيت نازل اهو. يا عم اسبق انت الاول. طيب ماشي، مع السلامه. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. مروه دي بنت زي العسل وطيبه، جايه تسال عليا انا وماما، وسهرت عليك انت كمان. منوره الدنيا. على فكره انا وكل الدفعه كنا شايفين انك كنت احسن واحد في البرنامج. يا ستي ربنا يخليك، يعني خلاص بقى انا زهقت من الكلام ده بصراحه. زهقت ده ايه؟ طز في مليون برنامج، وانت قليل ولا قليل؟ بالك بعد ما طلع في التلفزيون ما بيعرفش يمشي في الشارع، ما بيعرفش يشتري حاجه قد كده من السوبر ماركت، الناس بيقفوا كده يتصوروا معاه.
بقى زي العسل، كل الناس ملمومه عليه كده. وايه والعروض بقى عنده عروض وناس كتير قوي عايزين يشغلوه، محلات وافراح. لا وايه ما تعرفيش كمان هو رايح فين النهارده؟ لا منيره يا حبيبتي يعني مش مستاهله، البنت اكيد مش فاضيه، مش عايزين نصدعها يعني. عارفه ده رايح يسجل اغنيه جديده. ايه ده بجد؟ مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك يا مروه، يعني هي مش اغنيه يعني، ده انا والعيال صحابي كده بنعمل حاجه بسيطه ونزلها على اليوتيوب، شغل شباب يعني. شغل شباب وحاجه على قدنا كده. يا سلام، يعني هو سعد حليم حافظ ولا سي فريد الأطرش لما طلعوا في التلفزيون طلعوا كده على طول الدور العاشر مره واحده؟ ما كل واحده واحده. يو انا سمعت على فكره الاغنيه دي، اغنيه حلوه قوي. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون الحلوه يا ابن خالتي. ابن خالتي ايه يا منيره؟ ابن خالتي ايه؟ اسمها يا خلي، يعني مش وقته. مش مهم، خلي يا ابن خالتي قريبين من بعض برضو. قومي روحي معاه. لا هبقى اسمعها لما تنزل ان شاء الله. قومي اقفي جنبه وتديله ثقه في النفس كده وتقويه. في ايه يا ماما؟ مالك؟ عايزه حاجه؟ روحي هاتي لي كوبايه ميه. حاضر يا ماما، اهي جنبي بقيت كوبايه. لا دي بقى لها كتير، يعني زمان التراب دخل جواها. امشي هاتي لي كوبايه نظيفه. ما فيهاش ميه تراب ولا حاجه اهي. ما فيهاش حاجه والله، اهي نضيفه والله يا ماما. جيب لك حاضر من عينيا. على فكره قبل منيره اللي كلمتني علشان اجي اسلم عليكم واقعد معاكم شويه، فعادي يعني عشان لو عايز تنزل ولا حاجه. لا خالص يا حبيبتي، عادي يعني منورانا. هي بس منيره حبيبتي يعني بتحب تخلي بالها مني زياده، لكن انت لو تحبي تيجي تعالي تنوريني. ايه ده بجد؟ بصراحه هي تبقى حاجه ظريفه قوي ان انا اشوفك يعني وانت بتغني في الاستوديو كده، بس مش عايزه ابقى بعمل لك قلق او بضايقك او حاجه يعني. تقلي ايه وتعملي له قلق ايه يا حبيبه قلبي؟ روحي معاه اقفي جنبه وشجعيه. انت ممكن تيجي تقفي جنبي، وانت كمان ممكن تيجي تقفي جنبي لو تحبي يعني. لا ده انا عايزه اعمل صينيه المكرونه عشان اخواتك. طب يا حبيبتي، طيب يلا اتفضلي يا مروه تعالي. باي باي طنط. مع السلامه يا أبلة. مع السلامه يا روح قلب أبلة، مقدمه وجميله. مع السلامه يا أبلة. مع السلامه يا حبيبي. يلا يا مروه، يلا يا حبيبتي اتفضلي. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه. مع السلامه. ليه كده يا ماما؟ ليه؟ طب انا عملت ايه؟ حميدي ربنا انها ميه. امال ايه؟ كنت هسلقك بالنسكافيه السخن. ايه يا بنت اللي انت عماله تعمليه ده؟ مفيش دم ومفيش عقل. اعمل فيك ايه؟ ناقص تكتفيهم وتحطيهم في حضن بعض. ايه؟ عمال اخبز فيكي من الصبح، مفيش فايده. لا اله الا الله، ده اختبار من عندك يا رب بس مش عايز يخلص. قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي، يشغل روحه ليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي. ايه حينوبك ايه قلبي القاسي يحب ويصبح ناسي، يشغل روحه ليه اوعى يا قلبي تحب ويطلع قاسي. ايه حينوبك ايه يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا يرضيك تحتار لا بين جنة ونار لا والحيرة مرار لا. مالي بيه وماله حلو يا جماله، مالي بيه وماله حلو يا جماله. هو بيشاغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني؟ هو بيشاغلني ولا بيحايلني ولا بيبادلني نظرتي وظني؟ ولا حالي حاله حارتي مقسو ماله، ولا حالي حاله حارتي مقسو ماله. ظالم يا زماني لو ترضى بهواني. متردش على تليفوني من امبارح ليه؟ شباب معلش. أسامة
دي سلمى صاحبتي من زمان قوي. حاجه بقى ايه، عندها مجله فاشون وبنت ناس قوي. دي مروه بنت عمي وخطيبتي. ازيك؟ عاملة ايه؟ كويسة؟ الحمد لله. معلش ممكن ياخد يوسف ثانية واحدة بس؟ أكيد. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ اللي سمعتيه دي خطيبتي وبنت عمي. يوسف أنا بتكلم بجد. وانا بتكلم بجد. اللي أنت بتعمله ده مش فاهم. ما بعملش اي حاجه على فكره. وبعدين احنا ما ينفعش يبقى في بينا اي حاجه. ما ينفعش تفكري فيا تاني ولا ينفع افكر فيك تاني. تمام؟ انا عشان انفعك في يوم من الايام لازم ابقى واحد تاني خالص. حد عنده فلوس كتير قوي عشان اعرف اناسب حلمي حنان. وده مش هيحصل. فيا ريت تشيلي من دماغك وانا هشيلك من دماغي. بابي كلمك، أنا عارفة. بابي كلمك صح؟ بابي كلمك. يا ريت نبطل نتكلم في اي حاجه. أنت بتعمل كده ليه؟ مش مهم. أنت بتعمل كده ليه؟ يوسف اللي أنت بتعمله ده غلط. وطي صوتك. يوسف سيبني اتكلم بالطريقة اللي أنا عايزاها. اللي أنت بتعمله ده غلط. اللي انا بعمله؟ اللي أنت بتعمله. وهتعرف في يوم من الأيام إنه غلط. ما تلمسنيش كده، سيبني. خلاص. مين دي أصلا؟ مين دي؟ مين دي أصلا؟ أنت زيتك. يلا يلا. لا مش يلا. يلا. لا مش يلا. يلا بعد اذنك. خلاص. يلا يلا يا سلمى. بكرهك. انتي مجنونة؟ انتي مجنونة؟ مين دي اصلا؟ مين دي اصلا يا يوسف؟ هو مش قالك ان انا خطبته؟ خلاص. لا سيبني بقى. خلاص. سيبني بقى. يلا يلا بعد اذنك. يلا يلا. اهدي اهدي اهدي. انا اسف انا اسف. يعني زي أي اتنين اتجوزوا بعض من غير ما يعرفوا ويدرسوا بعض كويس، اختلفوا فانفصلوا. طب هو ما حصلش بينك وبينه مشاكل يعني بعد الطلاق عشان الولد؟ ما حصلش؟ لا في دي احنا متفاهمين ومتفقين يعني عشان خاطر كريم وكده. ما شاء الله عليه زي القمر. لا وتحسي ان هو راجل كده، ربنا يحفظه. يا رب. وانت كمان جنى وملك. ملك وجنى بناتك أمامير قوي، ربنا يخليهم لك. بس تحس يعني ان هم واخدين منك انت اكتر يعني. لا حرام عليكي. هم مش وحشين كده، انت عايزه توقفي سوق البنات؟ لا انا ما اقصدش يعني، انا بس اقصد انه بيقولوا يعني انه لما الاولاد بيطلعوا شبه باباهم قوي ده معناه ان مامتهم بتحبه قوي. سمعت انا الموضوع ده قبل كده فعلا، سمعته. تشتغل موظفه في التربيه والتعليم. موظفه. شكلها ست لطيفه قوي يعني لما شفتها في البنك وكده. لطيفه جدا جدا، لطيفه حبوبه بنت حلال هي. احنا بنكذب يا لبنى. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني احنا ما تقابلناش النهارده عشان انت تقولي لي ان انت تمام وانا اقول لك ان انا تمام. لا احنا مش تمام يا لبنى. احنا حياتنا باظت من ساعه ما سيبنا بعض. 20 سنه. انت اتجوزتي
توفقتيش لانه كان في مشاكل ادت للطلاق. ما هو ما ينفعش كانت الحياه تكمل. وانا اتجوزت ست عايش معاها حياه عيسه جدا. ست انا ما بحبهاش. ما بحبهاش. بس انا ما جيتش اقابلك علشان اسمع الكلام ده. امال جيت تقابليني ليه؟ عشان احنا اصحاب وما كانش ينفع ان انت تقولي ان احنا نتقابل واقول لك لا. عشرة ومعرفة سنين. احنا ما تقابلناش عشان احنا اصحاب وعشرة سنين، احنا تقابلنا عشان احنا بنحب بعض يا لبنى. عشان احنا الاتنين حياتنا باظت من ساعة ما اهلك رفضوني لما تقدمت لك من 20 سنة. من 20 سنة. احنا قاعدين دلوقتي عشان كده. انت عايز مني ايه؟ سيبني في حالي. انا بقالي حياتي وانت بقالك حياتك. عن اذنك. اسمعيني بس. اسمعيني. مش هسمع حاجة. مقابلتنا دي اصلا كانت غلط. انا اسفة ان انا جيت. تقليب في الماضي ملوش اي لازمة. ارجوك ما تحاولش تكلمني تاني. عن اذنك. لبنى من فضلك. لبنى من فضلك. لبنى من فضلك. لبنى. بابي ممكن تختار ورقة؟ خلاص؟ خلاص. طيب هاتها ايدي. بص يا بابي، ممكن تفتح لي ايدك؟ اتفضل. طيب هي دي؟ لا. ماشي. طيب هي دي؟ برضو لا. طيب يعني هي مش من دول؟ خالص. طيب ممكن تعمل لي ايدك كده؟ اتفضل. اقفل هنا. ايه رأيك؟ ده انت عبقري. شوف. انت اتعلمت الحاجات دي فين؟ على اليوتيوب. اليوتيوب. ده ابن الدكتور ايهاب، ما يطلعش دكتور زيه. عايز تطلع ساحر؟ اخيرا نزلتي من اوضتك. انا سايباكي براحتك بقالك يومين اهو، بس بصراحه انا مش هسيبك اكتر من كده. انا عايزه افهم فيه ايه. مفيش حاجة يا فاطمة، أنا كويسة. كويسه قوي، بدليل ان انتي لا بتاكلي ولا بتشربي، سرحانه وقاعده في اوضتك بقالك يومين اهو. انا عايزه افهم بقى فيه ايه وايه اللي مضايقك. قلتلك مفيش حاجة، كنت عايزة أقعد لوحدي. احنا مش متفقين من ساعه ما جيتي هنا ان انا مش بس مرات اخوكي وان انا صاحبتك كمان؟ أيوه. الموضوع ده له علاقه بيوسف. أيوه. فضفضي لي عشان ترتاحي. هحكيلك. يا عم عادي. ايه طب اتفي. اسف. انا وحياة ربنا كنت فوق بذاكر، قالوا لي بس ننزل نفك شويه. وفكيته؟ يلا ورايا على البيت. سايب التلفزيون كمان متولع؟
ويا ترى البوتاجاز كمان سايبه؟ انا على فكره ما كملتش 10 دقايق تحت. عارفه مصدقاك. وكنت هقول لك على فكره برضه، بس والله لقيت التليفون تاني مرة ما تبقاش تنسى زي ما تنسى التلفزيون. مالك يا ماما، هو في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش. كريم، أنا بحبك قوي. أنا لو بقسى عليك أو بشد عليك في المذاكرة أو في الخروج أو في أي حاجة تانية، ده عشان أنا خايفة عليك وبقلق عليك. أنت أهم حاجة في الدنيا دي، أنا عايشة عشانك. أنت فاهم اللي أنا بقوله ولا لأ؟ فاهم، بس هو في ايه؟ ازاي الحيوان ده يقدمها لواحده صاحبته ولا انها خطيبته؟ انا اختي رخيصه للدرجه دي؟ وازاي هتروح مع الزفت ده الاستوديو من غير ما تستأذن مني؟ وازاي تخرج مع يوسف لوحدهم؟ انا هطلع عينيها. انا بالنسبه لها صاحبتها، علشان كده بتقولي على كل حاجه. لو عرفت اللي احنا بنعمله ده مش هتقولي على حاجه تاني. وبعد كده ابقى اشوف بقى الاقليميه الساذجه بتعمل ايه في مدينه الذئاب. انت بتهزري يا فاطمه؟ البنت دي مش هتقعد هنا، انا هرجعها الاسماعيليه ان شاء الله حتى ما اتعلمت. مروه اوريدي نفسيتها زي الزفت وتعبانه، تهيألي مفيش داعي انت كمان تخلص عليها. ايوه. في ايه؟ طب والدكتور رامي فين؟ طب انا جاي حالا، مسافه السكه. يلا. انت رايح فين؟ في واحد يموت من المستشفى، حاله طارئه، لازم امشي. يلا. فاتك الفيلم يا عمر، كان جامد جدا. اهلا 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 حبيبتي حبيبي، عجبكم الفيلم؟ مدام طه ازيك؟ الحمد لله. مدام رانيا مش كده؟ ايوه. ايه كان حلو الفيلم؟ مدام رانيا يعني حبت تيجي بنفسها علشان تشرح لي انها ملهاش اي علاقه باللي حصل لي في الشركه. بصي انا ما بحبش احلف، بس بجد صدقيني انا ماليش اي علاقه في الموضوع ده. انا زيكم مستغربه اصلا ازاي حصل الموضوع ده. ما هو اصل الناس المؤذيه ما فيش اكتر منهم. الناس المؤذيه كتير كتير فعلا. فعلا، ده انا بشوف في الشغل ياما. طيب يا جماعه انا مضطره امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد ضروري جدا. اوكي. عموما اي حد ناجح بتجيله لحظه بيكون عايز يسيب الوظيفه عشان يعمل his own business. انا قلت لعمر ممكن نعمل ايه بالظبط، هو هيحكي لك. شجعيه بقى، ومبسوطه ان انا شفتك قبل ما امشي. يلا باي باي. باي. اتفضلي، نورتي نورتي. تعالوا يلا تعالوا نلعب. يلا. عاوزة تشاركني، بتقول يعني ان هي ليها علاقات في الشغل كويسة قوي وان انا شغلي مطلوب. تقترح يعني ان احنا نتشارك ونعمل شركة مع بعض، هي تمولها وانا اللي اديرها. يعني بتحاول تعوضني. الله، في ايه يا تقى؟ انتي ما دخلتيش لقيتيني مقعدة على حجري وبلايفها يعني. مالك في ايه؟ توتو يا روحي خدي انتي الولاد وروحوا السينما عشان انا تعبان ومكتئب.
وانا طبعا زي الهبله بقول حاضر عشان بقدر اللي انت فيه. بس ايه بقى، البيبي يستغفلني اجي الاقيه مع مدام رانيا. باي. بقول لك ايه، انا فيا اللي مكفيني، مش ناقص الكلام الفارغ ده خالص. اوكي، الست دي ما تعرفهاش تاني يا عمر. نعم يا اختي، مش انت اللي تقولي لي اعرف مين وما اعرفش مين؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ لا انا اللي اقول لك، والست دي ما تعرفهاش تاني وفلوسها ترجع لها، والولاد انا هخرجهم من المدرسه وهوديهم مدرسه تانية على قد امكانياتنا. اوكي؟ انت بتهزي على فكره، هزي الكلام ده، انت ولا فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليه. لا انا فاهمه وعارفه كويس قوي انا بقول ايه، وبتكلم بجد على فكره. تمام، عاوزه تتكلمي جد يا تقى؟ ماشي، طالما جد بقى انا طهقت وزهقت من طريقتك دي. طول الوقت شك 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 وتفتيش وتدوير. ليه؟ ما جبتليش قبل كده من على سرير واحده صاحبتك، ولا قفشتيني بحب في كافيه، ولا ظبطتي رسائل على موبايلي. ليه بتعملي معايا كده؟ ليه طول الوقت محسساني ان انا هخونك، ان انا هخونك؟ ليه؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عمري في حياتي ما حبيت واحده زيك، عمري في حياتي ما شفت ست غيرك. ليه بتعملي معايا كده؟ وباجي على نفسي واقول معلش يا واد استحمل، وبضحك وبهزر معاكي عشان ما اضايقكيش، بس ده مش معناه ابدا ان انا كمان ما بتضايقش. عارفه ليه؟ عشان انا بني ادم بيحس وبينجرح قوي لما يلاقي نفسه قايد صوابعه العشرة شمع عشان واحده مش حاسه ومش مقدره ومش واثقه فيه. على فكره يا تقى، قله الثقه دي ممكن تعمل فجوه كبيره قوي ما بيننا، فمن فضلك كفايه بقى لحد كده، كفايه، عشان انا بجد اتخنقت. بجد يا عمر؟ انت بتتكلم بجد؟ انت شايفني كده بخنقك وبشك فيك؟ انت بجد مش طايقني؟ ولو اتكيتي عليا سن اكتر من كده هتوصليني فعلا للحاله دي. دكتور رامي يستناني هنا، يقف يستناني هنا. حاضر يا دكتور. هو في ايه؟ خبطة مشرط صغيرة في جدار القولون، يعني كمان كام ساعة والراجل الله يرحمه. ازاي يعني؟ لو حاجة زي دي حصلت أكيد كنت هاخد بالي. دماغك كانت فين؟ لازم تركز شوية وأنت جوه أوضة العمليات. أنت إيه؟ أنت المفروض ما تدخلش المستشفى دي تاني. نعم. ما تدخلش المستشفى دي تاني. أنا هروح دلوقتي على مكتبي أمضي إنهاء التعاقد بتاعك، وأنت بقى بكرة الصبح تيجي الحسابات تشوف هيدوك إيه. استنى هنا، هو في ايه؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ انت هنا دكتور زيك زيي، والوحيد اللي يتكلم معايا بالطريقه دي ويقرر يخليني ولا يمشيني هو اللي مشغلني ومشغلك. الدكتور فاروق، ولا عشان ما هو حماك ومسافر فافتكرت ان انت صاحب المستشفى. أنت عارف أنا كنت ناوي أفصلك وتروح تشتغل في أي حتة تانية تاكل فيها عيش، لكن بعد بقى البقين اللي أنت قلتهم دول أي حتة هتروح تشتغل فيها هيعرفوا أنت انفصلت ليه. واحمد ربنا إن أنا أنقذت حياة الراجل بدل ما كنت شاطب من النقابة أصلا. اعمل اللي انت عاوزه، انا كمان اعرف اذيك.
هو مش خالد قال على العصر؟ الساعة داخلة على 6. لا ما هو خالد طويل، العصر بيوصل له على 6. منيرة، هو خالد ما قالكيش بينك وبينه هو عاوزنا في ايه بالظبط؟ بينها وبينه؟ طب يا ريت. هو بيعبرها اصلا؟ على فكره يا ماما انا ما اتطرشتش وسامعاكي ماشي. احسن يا حبيبتي اسمعي. هو انا خايفه منك؟ تعالوا شوفوا ضرتها عامله في نفسها ايه. عشان كده جوزها لسق لها وسايب الهبله دي والاسم انها على ذمته. الله صحيح يا منيره، حسيتي بايه لما شفتيها؟ مش دي اول مره برضو تشوفيها فيها؟ اول مره اشوفها. عادي يعني، ست فالص وعيره، حاطه يجي 3-4 كيلو كده بودره واحمر في وشها. وقال ايه؟ جايه عايزه تستعبطني. بتقول انها عايزه تشتري حته من ارض ابونا عشان تعمل عليها مزرعه. وانا بقى بيتهيأ لي كده وقلبي حاسس ان خالد مجمعنا التجميعه دي كلها. قال ايه؟ عشان احنا نوافق على الموضوع ده. لكن لا، انتوا اخواتي وهتعملوا لي خاطر، اياكوا حد فيكم يمضي على ورقه ولا تبيعوا سنتي واحد بس من الارض دي. مفهوم؟ يا سلام. طب وفريدي بقى كانت عارضه رقم كويس، نخسر الرقم يعني؟ حلو قوي يا عمر، عايز تبيع يعني؟ وانا قلت لا. ماشي يا عمر ماشي، يبقى تخلي الست هانم مراتك اللي ما بتعتبش برجليها المطبخ تقف تعمل لك المكرونه بالبشاميل اللي بيطلع لي دوالي في رجلي عشان اعرف اعملها لك. شكله شرف البيت. ماشي ماشي يا منير ماشي. انا مش بعايرك بس ده حق. ايهاب ايه؟ ما تدخل يا عم. كويس قوي ان كل الناس موجوده هنا علشان الكلام يبقى قدامكم كلكم. لا والله. طب ما ترمي السلام الاول. هو انت داخل على اهل قريش؟ هو احنا كنا نايمين في حضنك امبارح؟ ازيك يا ايهاب؟ ايه مش عارف. تعالى يا كمال. هو في ايه يا ايهاب بالظبط؟ مالك يا اخويا داخل كده قافل وشك علينا كانك ضابط مباحث وداخل تفتشنا وتطلع من جيوبنا مخدرات؟ صحيح يا ابني في ايه؟ ما تستهدى بالله كده وتقعد جنب اخواتك. انت ازاي يا بني ادم انت؟ طمال ما تخطي بالطريقه دي. خلاص مفيش دم. ايه ده ايه ده بس يا ايهاب؟ ايه ده؟ ايه يوسف عمل ايه؟ بتقول لهم عملت ايه؟ ولا مفيش احساس خالص انت عملت حاجه؟ ما تقول. ما تتكلم يا واد، عملت ايه؟ البيه مجرجرها وراه، بيعرفها على الناس الزباله اللي هو بيشتغل معاهم على انها خطيبته عشان يغيظ واحده صاحبته، كانها شغلنا في ايديه. المفروض يا استاذ كمال لما اسمع الكلام ده اكون هادي ولا اعمل ايه؟ صحيح الكلام ده يا يوسف؟ ما تنطق يا واد. عملت ولا ما عملتش؟ ايه اتخرست؟ ما تنطق يا ابني قبل ما افرد اعصابي على الراجل ده. على فكرة يا إيهاب من غير ما تزعق، أنا ما كنتش بضحك على مروة. أنا فعلا عايز أخطبها. اهو. طيب لما انت عاوز تخطبها مش ليها اهل فاتحهم او فاتحها هي، ولا اي كلام وخلاص؟ ما تهدى علينا شويه يا ايهاب، في ايه؟ ما هو قالك اهو انه عايز يخطبها، خلاص فين المشكله؟ ليه اللوكلوك بقى؟ خلاص يا داليا، ما حدش يتكلم بالنيابة عني. أنت عندك حق وأنا آسف يا سيدي. وعلى فكرة لما قلت عليها إن هي خطيبتي كنت بس عايز أخلص من موقف سخيف مش أكتر. انا كده فهمت. يبقى انت عملت كده عشان تخلص من البنت اللي كانت لازقالك، صح؟ خلاص يا منيرة، ما حدش يتكلم بقى بعد إذنكم. حاضر. أنا يا سيدي اللي عكيت الدنيا، وديني أهو بقول لك قدام الكل. أنا عايز أخطبها. وعلى فكرة مش عشان أصلح الموقف، بالعكس. ها؟ هتجوزها لي بقى؟ بيت عمك موجود، يبقى تعالى اطلب ايديها منه. كده صح. جرى ايه؟ ايه يا ايهاب؟ عندنا فرح والواد هيخطب البت، ما زغرتش كمان ولا ايه؟ زغرت يا منيرة. اهو. زغرت يا ماما. زغرت يا بنت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا، ولازمته ايه السلام اللي في الاخر ده؟ ما هو ما كانش موجود في الاول. هو هيخطب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش برضه انت قريب الجماعه؟ الحاج خالد مش كده؟ ايوه انا الحاج خالد، وانت ابن الحاج حسن رحمه الله عليه. الله يرحمك يا حاج حسن، والله كان اطيب الناس. الحاج حسن حي يرزق الحمد لله وبصحه جيده. انا ابن ايهاب. يا راجل مؤاخذه يا ايهاب بيه، معلش بقى، يعني انت عارف بقى الواحد نفوخ ولا يهمك. مفهوم مفهوم. السلام عليكم. ما نشرب مع بعض كده كوبايتين شاي وندردش شويه. الجهات اكتر من رايحات. اكيد هنتقابل تاني وكتير كمان. سلام عليكم. جات العيد اللي يجمعني بامك مره تانيه. يا علينا. بص، هي مروه كويسه طبعا، بس هو ايهاب مش سهل. ايهاب ده هو اللي هيبقى حماك، مش عمك حسن. مش هيبقى حماك بس، ده هيبقى حماك وحماتك. مزدوج يعني. بالظبط. انا مش فاهمه انت ليه بتقول له كده؟ شايفه يا ماما عايز يعقد يوسف. ده احنا ما صدقنا انه خد قرار انه يخطب وهيتجوز. ويتعقد ليه؟ ايهاب ابن حلال، غيرش بس يعني هو عصبي شويه، بس الحقيقه ان هو كده طول عمره، يعني مش قصد شر. هو الجواز كله كده تدبيسه حاجه. بتضحك على ايه؟ زي ما كمال قال، ايهاب طيب، وربنا يقويك بقى على حماتك، بس طالما المأذون كتب تبقى لبست يا نجم. ربنا معاك. هو ايه اللي لبست وايه اللي مزدوج؟ ما تفككوا مني شويه ويا ريت نغير الموضوع. هو انت كنت عاوزنا في ايه يا عم خالد؟ انا عايزكم في موضوع مهم، عايزكم في موضوع هيشقلب حياتكم رأسا على عقب. عشان كده قلت الرجاله ما يجيبوش نسوانهم، وللستات ما يجيبوش رجالتهم، لان الموضوع يخصكم انتوا كده على بعضكم، ولاد الحاجه صفيه. لا والله. طب بالنسبة للحزورة اللي انت معايشنا فيها دي، ايه؟ عروستي. على فكره يا باشمهندس انا بتكلم جد ما بهزرش. طب ما بلاش جو التشويق والاثاره اللي انت عامله لنا ده بقى يا حاج خالد، وتجيب من الاخر عشان تريحنا. ماشي، نجيب من الاخر. الارض بتاعتكم اللي هي بتاع الاسماعيليه. انا قلتش حاجه، عمال يلف ويدور من الصبح عشان يجيب سيره ارض الاسماعيليه. انا قلت لكم هو جاي عشان يجمعنا عشان الارض بتاعت الاسماعيليه. خلاص خلصت كلامك؟ لا لسه ما خلصتش. يكون في علمك بقى الارض دي احنا وارثينها عن ابونا، ومش هنفرط فيها ابدا طول ما احنا عايشين. الارض دي احنا اتولدنا لقيناها ملكنا بتاعتنا، كلنا من خيرها، فتحت بيوت ناس كتير وفتحت بيوتنا وربتنا كلنا رجاله وستات. تقوم الست مراتك جايه تضحك علينا احنا وتقول اشتري منها حته واعملها مزرعه عشان تريح مزاجها لما تبقى متعكره. الهي ما ترتاح لا دنيا ولا اخره البعيده، الهي ما تشوف راحه ابدا طول ما هي عايشه وحرقه دمي كده اهو. عايزه تقولي حاجه تانية؟ لا بس عشان تبقى فاهم انا كبيره اخواتي وليا كلمه عليهم. انا اسفه يا ماما، يعني ربنا يديك الصحه وطولة العمر، اصل هم وعدوني ان لو جالهم حتى فلوس قد ايه محدش فيهم هيبيع ولا حد هيمضي، مش كده؟ احنا ما وعدناكيش على فكرة خالص. ما وعدناش، هو عنده حق. ممكن بقى تهدي وتسمعي الكلمتين اللي هيتقالوا؟ انا فعلا جاي عشان بعت الارض، والارض كلها مش حته صغيره منها، وشريفه مش هي اللي هتشتري. اللي هيشتري يا جماعه مستثمرين كبار قوي، عايزين حته الارض دي بالذات، هم عايزين يعملوا مشاريع عليها. اسمع عن التخطيط بتاع اقليم قناه السويس.
مشاريع في المنطقه دي، لا انا ولا انتوا يفهم الناس دي بتفكر في ايه. ايوه ودينا وجبنا وبعنا واشترينا، ما احنا متعودين منك على كده يا حاج خالد. ما تسكتي بقى يا منيره، خلينا نفهم. انت قصدك يا خالد ان الارض دي هتتباع على انها مش ارض زراعيه؟ يعني بالمتر مش بالفدان؟ اسلم فمك يا دكتوره، ويسلم العلام اللي اتعلمتيه، هو ده الكلام. تعرفين يا جماعه الارض دي هتدفع فيها كام؟ هيدفع فيها 300 مليون جنيه. بص يا عم خالد، اظن واضح على الناس اللي انت شايفهم دول ان هم فيهم اللي مكفيهم. انا شخصيا جاي هنا النهارده وانا شايل هم الدنيا والاخره على كتافي. يعني زي ما هو باين كده واضح لحضرتك ان القعده بقى مش طالبه نكت بايخه وهزار فاهم طبعا. لا مؤاخذه يعني اللي انت عايزه قوله على طول دغري وجد، عشان احنا فينا اللي مكفينا وكل واحد مننا عايز يقوم يشوف مصلحته. فارجوك يا عم خالد. وانا يعني ما عنديش مصالح حاجه يا استاذ كمال ولا ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. فين يا حاجه المصحف اللي انت بتقري فيه؟ اهو يا ابني. ماشي، ثانيه واحده. اهو بيني وبينكم كتاب ربنا. حطوا القرآن ده على عينيا، حطوا القرآن ده على عينيا. الأرض بتاعتكم بتاعت الإسماعيلية جايبة 300 مليون جنيه. إيه؟ انت حلفت على المصحف يا خالد. أيوة يا حاجة، وحلفان اتحاسب عليه. بس المبلغ اللي انت بتقول عليه ده كبير قوي قوي. 300 مليون؟ تبها كده يا حاج. يعني لا مؤاخذة اضحك عليكم واقول لكم الأرض جايبة 30 مليون وهتبقى الباقي في جيبي. حرام. خالد، هو انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ ايه يا جدعان؟ اقسم بالله دماغي لفت. عذرك يا باشمهندس، فعلا هي حاجه تلف الدماغ، بس هنقول يا جدعان رب العباد بقى اذا وهب. يا منيره، لسه برضه مش هتبيع الارض بتاعت ابوكي؟ انا مش عارفه ماما، هم 300 مليون دول يطلعوا قد ايه؟ خلي عنك يا حاجه، انا اقول لها يطلعوا كتير قوي يا منيره. يعني انت كلك على بعض كده بهيئتك كده نصيبك يعني كده بامر الله حوالي 29 مليون جنيه. ايه؟ ايه؟ يعني نصيب البنت مننا هيبقى 29 مليون؟ قولي ان شاء الله. وكل ذكر فيكم ايوه 57 مليون جنيه. تعريس. طب لا مؤاخذة يا عم خالد، بس يعني هو انت عرفت الموضوع ده منين؟ واشمعنى جه عن طريقك انت بالذات؟ يعني لو الموضوع ده بجد اكيد كل الناس اللي في البلد هتبقى عارفه. الموضوع هيسمع يعني، فهنعرف عن طريق حد منهم. عندك حق، الموضوع فعلا لو كان اتعرف في البلد كان قلب الدنيا. بس انا بقى جبت الموضوع ده من فوق قوي، الناس مهمه يعني. الحكومه نفسها حتى لسه ما طلعتش قرار رسمي بالكلام ده. وانت بقى يا خالد جبت المعلومه دي من فوق، مش كده؟ تخيل يا دكتوره، العبد لله ده اللي جاب المعلومه دي. بس هنقول ايه بقى؟ حظ حلو ان انا معايا محامي تقيل بيعرف الناس الكبيره، وهم نفس الناس اللي عايزه تشتري الارض وجاهزين بال 300 مليون. ارزاق بقى، هنقول ايه؟ اعملوا حسابكم يا جماعه. المحامي ده ان شاء الله لما يخلص المصلحه اكيد هيعوركم في نسبه عاليه قوي، بس حقه. بقول لك يا حاجه، ده كارت بتاع شاكر درغام المحامي، اسمه وعنوانه ورقم تليفونه في الكارت. عايزك بكره الصبح ان شاء الله كده بعد ما تفطري وتغيري ريقك تاخدي كده مؤاخذه اولادك وتطلعي على الشهر العقاري، تعملي توكيل خاص لبيع الارض باسم شاكر درغام. وبعد ما تعملوا الكلام ده تكلموني عشان احدد لكم ميعاد معاه وتقابلوه. حد عايز يقول حاجه تانيه؟ شكله كده مفيش. السلام عليكم.
أنا كل ما أشوف واحدة وواحد مع بعض وفي جو ظريف ببقى حاسة إني هموت. هو انت اسمك الحقيقي ايه؟ ويفرق معاك في إيه؟ ماله منى؟ مضايقك في إيه منى؟ لا مش مضايقني خالص، ده حتى لايق على صوتك الصراحة، مع اني متأكد ان اسمك الحقيقي احلى من منى بكتير. وشكلك احلى من الصورة اللي انا راسمها في خيالي. انت عارفة ان نفسي في ايه دلوقتي يا منى؟ عارفة. نفسك تحضني ونبقى أنا وأنت على سرير واحد وتحسسني إني ست. أنا زهقت من الكلام ده، أنا سمعته 1000 مرة. ياه، ده انت شكلك على اخرك خالص. أنا ست زبالة، ما بقيتش أطيق أشوف حد مبسوط. أنا ابتديت أبقى خربت بيوت، لو شفت أي اتنين مبسوطين بدور على أي حاجة عشان أنكد عليهم. افتحي الكاميرا يا منى. قلت لأ. يا ستي ما تجيبهاش على وشي، وبعدين انت عارفة البتاع دوت ما بيسكلش. صدقيني لو فتحت الكاميرا الموضوع هيفرق جامد قوي. اقول لك هاتيها على صدرك بس. يا ماما تعالي شوفي مالك بتعمل ايه؟ انت ايه اللي دخلك من غير ما تخبطي؟ يا ماما انا خبطت. ما خبطتيش كدابه، امشي غوري من هنا. لما ابوكوا جه يخطبني من ابويا شرط عليه يجيب لي شقه زي شقه اهلي، يعني مرضيش يخليني اسكن عندهم في بيت طين. كان ابويا شايفه ابن فلاحين، وابويا كان موظف في الهيئه وانا برضو بنت مدارس، عشان كده احنا ما ادعكناش في الارض قوي، كنا يا دوب بنروح فسح وزيارات. يا ماما ربنا يخليكي لينا يا رب، تعيشي وتحكي لنا الكلام الحلو ده. عارفه يا ماما كلامك ده فكرني لما كنت بسافر مع حضرتك ومع بابا الله يرحمه البلد، كنت بحب امشي في الارض، وكانت الارض واسعه وخضره، وكنت بحب اركب دايما الحمار. فاكر يا كمال؟ فاكر ايه؟ هو انا كنت الحمار؟ لا اصل انا هقول لكم حاجه بقى بالمناسبه. انا مره وانا راكبه الحمار اخدت كمال اخويا وحطيته قدامي، وبعدين انا ماشيه وخايفه، راح كمال اخويا وقع زرع بصل، وكان وقتها اهتم من قدام كان بيغير السنان. فضلك مش هركب الحمار تاني، مش هركب الحمار تاني، مش هركب. مش مصدقك على فكره. فاكر انا الكلام ده على فكره. مش مصدقك بقى كمال اخويا الكبير ابو نضاره بيقول لي تركب الحمار تاني. مدرس وعلى قد ما كنا بعيد عن الارض دي حتى واحنا هناك، وبعدنا اكتر لما جينا مصر، لكن هي في الحقيقه ادت لنا خير كتير قوي، واهو لغايه دلوقتي. انا عايزاكم تدعوا ربنا، ادعوا له كده يا حبايبي، لو كان خير يقربوا منكم ويتمموا، ولو كان شر يبعدوا عنكم يا رب. شر ايه يا ماما؟ شر ايه يا ماما؟ ده بيقول لك 300 مليون جنيه. يا نهار اسود، دي حاجه كده ما تجيش في اجعاصها حلم الواحد ممكن يحلمه. ايوه يا جماعه، بس انا انا رايي يعني انه انا شايف ان احنا ما ناخدش الموضوع قوي بجد. يعني انا عن نفسي صدقا يعني انا مش هفكر ان الموضوع ده حقيقي خالص غير لما يحصل قدامي ويبقى حقيقه صدقا. مش كده برضه يا عم كمال؟ ده اللي بقوله والله. ده ايه النكد اللي انتوا فيه ده يا جماعه؟ هو انتوا خايفين تفرحوا يا مجانين انتوا؟ وبعدين الموضوع ده يعني لو حصل يبقى خير وبركه، ما حصلش
ادينا يا جماعه عشنا الحلم وشهيصنا حبتين. على فكره بقى كل اللي بتقوليه ده اصلا غلط. الحلم بتاعك ده لو طلع لفوق ونزل على فشوش هيوجع. اساليني انا. بس يا فقري يا نكد انت بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه. الموضوع ده بجد. ايه بقى اللي مخليكي واثقه قوي كده يا دكتوره؟ بس يا عم كمال بس. ايوه يا دكتوره، احنا نسمع من الدكتوره بقى، ست عاقله وتقيله وهتقول تقايل دلوقتي. بجد ازاي بقى يا دكتوره يا قمر انت؟ خالد من اسبوع سلفني 300,000 جنيه، اداهم لي دفعه واحده كاش عشان اسدد الفلوس اللي عليا واخلص القضيه. يا سلام يا ست حنان، يعني لما انا قلت لك روحي لخالد وهيفك لك زنقتك هبيتي فيا وكلتيني، ودلوقتي رحتي لوحدك كده اهو. وقته ده يا منيره؟ ايوه، لما منيره تبقى على حق يبقى مش وقته. على فكره بقى انا دايما على حق وانتوا دايما لازم تستفيدوا مني، لكن للاسف ما بتسمعوش الكلام، مع انكم لو سمعتوا كلامي هيبعد عنكم كل شر. يا ستي حقك على ام راسي، امسحيها فيا انا اسف. يا عمر بس والنبي. والنبي يا جماعه خلونا نركز في المهم بقى. لحظه بس، لحظه. المهم هو اللي انا هسال فيه. انا مش فاهم دلوقتي ايه علاقه ان خالد اداكي 300,000 بالموضوع بتاع الارض اللي بنتكلم فيه؟ ايه جاب ده جنب ده؟ ايه يا كمال، خالد اداني 300,000 جنيه من غير ما يكتب عليا وصل امانه، وانا بقى متهيالي ان خالد ما يعملش حركه زي دي الا اذا كان متاكد ان انا جاي لي فلوس وان انا كمان هردهم له. بس برضو ده مش معناه ان الارض لما هتتباع هتجيب 300 مليون جنيه. يا سيدي جابت 200 جابت 100 جابت 50 مليون. هو انت عمرك اصلا مسكت مليون جنيه كده على بعض في ايدك اصلا؟ كدب خيبه ما حصلش يا سيدي لو جه مليون جنيه واحد وتوزع علينا كلنا يبقى كده رضا. طب يا حبيبي انت وهو بقى اللي اهم من كل دوت، بعيدا عن موضوع الارض، احنا عم صالح اللي مأجر الارض وبيزرعها، لو بعنا هنعمل معاه ايه؟ يا عم احنا مالنا مال عم صالح. بص هبسطها لك. احنا دلوقتي مثلا واخدين شقه في عماره، الشقه دي ايجار والعماره دي جالها قرار ازاله. ايه اللي هيحصل؟ عم صالح هيمشي طبعا. يا حبيبي نبقى نراضيه بقرشين وخلاص. ايوه بس على فكره ما ينفعش نقول له دلوقتي خالص، وانا من رايي ما نجيبش سيره بالموضوع ده لاي كائن على وجه الارض، وبالذات مراتاتنا وجوازاتكم. ماشي؟ على الاقل علشان ما يتعشموش وبعد كده ينزلوا على جدور رقابيهم، او على الاقل عشان ما يطمعوش. فانا رايي بقى ان احنا نفكر دلوقتي بهدوء عشان نعرف قدام هنعرف نعمل ايه. ايوه كده، الله ينور عليك. كل حاجه لازم تتاخد بهدوء. ودلوقتي بقى تقدروا تروحوا وتناموا والصباح رباح. كمال، التوكيل اللي انا كنت عامله لك من مده ده لسه معاك مش كده؟ عشان بس ما اروحش ولا اجي. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، معايا طبعا معايا. طب كويس. الله، مالك يا منير؟ في ايه؟ مقهوره يا ماما، مقهوره. مقهوره؟ ليه يا بنتي؟ ما هو الارض دي لما تتباع وعم صالح يمشي هيبطل يبعت لنا المانجا الفص، وانا كنت في السوق الاسبوع اللي فات ده انا لقيت الكيلو بقى ب50 جنيه. يعني ايه بقى ب50 جنيه؟ يعني في الزمالك وفي المهندسين ب75. بجد؟ والله بجد والله بجد. تزعل، دي حاجه تزعل. خشي نامي يا منير فورا، تخشي تنامي دلوقتي. بصي يا حبيبتي ما تزعليش على الفصل خالص ولا اي نوع مانجا. ان شاء الله لما تمشي الحكايه هنجيب لك جنينه مانجا، تقعدي تحت الشجره تستنقي المانجا وتقعدي تاكلي وتعطلي على روحك كده وتبقي مبسوطه. ارتحتي؟ يا ستي بنقول لك 300 مليون جنيه تقولي لي 75 و50. قلتم يقولوا الواد اتجنن. 300 مليون جنيه ايه؟ اما ال10 كيلو ب 500 هنا وب 750. لا خلاص انا اتشليت خلاص. معلش يلا. دي حاجه تضحك؟ لا يا حبيبتي دي حاجه تخلينا نعلق قسطره. ده الدنيا كل يوم في غلا. نعم روح امك، قلت لهم ايه؟ الهوا يا حاج خالد. قهوة ايه وبتاع ايه؟ انت عبيط ياض انت ولا ايه؟ روح امك دي، ما تحترم نفسك. حريتك اهو روح امك. طب روح مامي، ده انا عايز اقتلك اصلا. انت عبيط يا ابني، كل يوم بنلاقي الفرصه اللي زي دي. فرصة حرام.
وانا بقى حد الله بيني وبين الحرام، وعمري في يوم من الايام هعمل زي التاجر الواطي اللي بتجيله معلومه ان الزيت هيغلى في السوق فيلم البضاعه ويخزنها وبعدين ينزل بيها. يا حبيبي وانت بتعملش كده يا خالد يا مخلوف؟ لا بعمل، بس لما اقلب الناس في جنيه ولا اتنين ماشي، مش اقلبهم في ملايين. هل ظهر دين جديد؟ انت هتألف دين ولا ايه يا عم انت؟ والله انا عملت اللي رايح ضميري. وكده كده انا فطمت نسايبي وعملوا لك التوكيل. عايز تنجز قول لي اخليهم يجوا لك امتى، وما تقلقش العموله بتاعتك محفوظه 10%. نعم يا روح خالتك. عمولتي اللي هاخدها 10%. ده انت كده بتشاركهم. براحتي، لو مش عاجبهم يشوفوا مشتري غير اللي انا جايبه ويقسموه ويعملوا اللي هم عايزينه. بس انا لو عرفت هوقف المراكب السايره، وانت عارف ان انا اقدر. نعوذ بالله من غضب الله. 10%، ودي بالحلال يا حاج خالد. سخس حقير. بالحلال قال.